في 2015 انفجرت قنبله في الويب كوميونتي، وهو ان بعض البراوزرز هتبدا تسبورت الويب اسمبلي. ايه هو الويب اسمبلي؟ وهل فعلا هو دوت هيكون سبب نهايه الجافا سكريبت؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. الويب اسمبلي هو نوع جديد من الكود نقدر نعمل له ران على المتصفحات الحديثه بتاعتنا، والهدف الرئيسي منه هو ان البرفورمانس بتاعه عالي جدا جدا. اوكي، طب هل الويب اسمبلي دي حاجه انا بروح اتعلمها او كود انا بكتبه؟ لا، الويب اسمبلي ده هو كومبايليشن تارجت للو ليفل لانجويجز زي مثلا السي والسي بلس بلس. مش فاهم اي حاجه. بص يا سيدي، مش احنا عارفين ان احنا مثلا علشان نشتغل فرونت اند بنحتاج جافا سكريبت و اتش تي ام ال وسي اس اس؟ قال لك خلاص احنا مش هنحتاج جافا سكريبت، وممكن بدل ما نكتب جافا سكريبت نكتب سي او نكتب سي بلس بلس وهكذا، وبعد كده نكومبايل الكود اللي احنا كتبناه بالسي بلس بلس دوت لحاجه اسمها ويب اسمبلي، وناخد اللي هيطلع دوت نعمل له لود في الابلكيشن بتاعنا عن طريق الجافا سكريبت. يعني الويب اسمبلي دي مش حاجه احنا هنتعلمها، لا ده احنا هنكتب لو ليفل لانجويج، واللو ليفل لانجويج ديت هنعمل لها كومبايل، هناخد منها الويب اسمبلي، هو دوت اللي هنحطه في الويب ابلكيشن بتاعنا. طب هل دوت لينا كفرونت اند او ناس شغاله في مجال الويب بشكل عام حاجه حلوه؟ طبعا دي حاجه حلوه جدا، لان ده فتح لنا مجالات كتير كان فيها صعوبه او فيها مشاكل بسيطه في الويب، زي الجيمنج مثلا او زي ال 3 دي او زي الفيرتشوال رياليتي وهكذا. القصص دي كلها بتحتاج بروسيسنج عالي جدا، فالقصص دي كلها الويب اسمبلي هيبقى لطيف فيها جدا جدا، لان زي ما قلنا في الاول البرفورمانس بتاعه حلو جدا. نيجي للسؤال الاهم، هل الويب اسمبلي دوت اتوجد علشان يبقى بديل للجافا سكريبت او علشان ينهي الجافا سكريبت؟ الاجابه لا تماما. الويب اسمبلي ده نزل علشان يبقى مكمل للجافا سكريبت، ما يبقاش بديل ليها. بمعنى ان انت ممكن يكون عندك ويب سايت كبير جدا، تعمل اغلب الويب سايت بالجافا سكريبت، وتيجي في موديولز معينه تكون محتاج في الموديولز ديت ويب اسمبلي، فتشتغل الموديولز دي بس ويب اسمبلي، وباقي الابلكيشن بتاعك يكون جافا سكريبت. ده كان موضوع فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.